للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض العميد الركن أحمد عسير المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي. سيادة العميد مساء الخير وأهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما هي تفاصيل وحجم مشاركة القوات الجوية السعودية ضد داعش التي أعلنت عنها تركيا؟ مساء الخير لك أختي وللسادة المشاهدين. أهلا بك. طبعا الحجم المشاركة كما سبق وأن أكدنا في أكثر من مناسبة، مشاركة مستمرة وتختلف باختلاف الأهداف التي تحدد القوات الجوية الملكية السعودية، لأن القوات السعودية جزء من التحالف، والتحالف لديه جدول عمليات وتوزع على الدول بالتساوي. اليوم المملكة عندما يتواجد لها قوات في قاعدة أنجرلك في تركيا يأتي كمخرجات للاجتماع المؤخر في بروكسل، والذي ذكرت المملكة أنها سوف تشارك في تكثيف الجهود الجوية لمحاربة داعش ومن ضمنها العمليات الجوية. ويأتي هذا الوضع الآن في هذا الإطار، لأن المملكة ملتزمة والمملكة تتخذ إجراءات عاجلة وفعلية وتترجم ما يتم الاتفاق عليه إلى أفعال على الأرض. نعم، ولكن سيادة العميد، هل القوات السعودية التي انتشرت في قاعدة أنجرليك التركية تضم قوات برية؟ لا، الحقيقة اللي متواجدة الآن هي عبارة عن طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بطواقمها كما ذكرت لك تكثيف العمل الجوي، إضافة إلى ما تقوم به المملكة من المهام المستمرة من خلال القواعد الجوية السعودية في الأراضي السعودية، بالإضافة إلى الأعمال اللي تقوم بها القوات الجوية في إطار عملية إعادة الأمن في اليمن. نعم، سيادة العميد، ما مدى ارتباط المشاركة السعودية وانتشار هذه القوات بنتائج اجتماعات الأطلسي التي جرت في بروكسل قبل يومين؟ هل هي مرتبطة مباشرة بها أم تم الحديث عنها قبل مدة؟ طبعا الاجتماعات هي كانت للتحالف الدولي ضد داعش، وإن كان احتضنوا مقر حلف الأطلسي في بروكسل، ولكن المجتمعون كانوا يمثلون التحالف الدولي ضد داعش. طبعا المخرجات الاجتماع كانت أهمها هو تكثيف العمل الجوي، والمملكة العربية السعودية كأحد الأعضاء الفاعلين في هذا التحالف التزمت في هذا الاتفاق، وحولت هذا الاتفاق إلى واقع الآن على الأرض. طبعا ما يخفى أنه عملية إعادة الانتشار بهذه السرعة يدل ويؤكد على احترافية القوات الجوية الملكية السعودية. نعم، ولكن هل يمكن اعتبار هذه المشاركة جزء من تحالف جديد بين تركيا والسعودية، أم هي فعليا جزء من التحالف الدولي ولتكثيف العمل السعودي ضمن التحالف؟ لا يوجد اتفاقات ثنائية في إطار التحالف ضد داعش. التحالف ضد داعش يأتي جميع الجهود في هذا الجانب تأتي تحت مظلة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. تركيا والمملكة العربية السعودية عضوان فاعلان في هذا التحالف ولديهم عمل جاد ومتصاعد، وبالتالي القاعدة أنجرلك تعرف أنها وضعت تحت تصرف التحالف الدولي. انتشار المملكة في هذه القاعدة يأتي في إطار العمل الدولي ضد تنظيم داعش وليس في عمل ثنائي بين الدولتين. نعم، هل تكثيف العمليات ضد داعش يمهد لما أعلنت عنه المملكة مؤخرا عن قرب تدخل بري في سوريا، يعني في حال توفرت استراتيجية معينة ضد التنظيم؟ طبعا اجتماع بروكسل ناقش هذا الجانب، وهو الذي سبق أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بأنها مستعدة للمشاركة. الاتفاق على المستوى الاستراتيجي ظهر في البيان الذي ذكر بعد اجتماع بروكسل أن هناك الإجماع من ضمن قوات التحالف لبدء عمليات برية على الأرض. المملكة ملتزمة في هذا الإطار، يبقى التفاصيل والخطط العملياتية والتكتيكية، وهذا ما سيعمل عليه المختصون العسكريون الذين سيجتمعون في الأيام القادمة لوضع التفاصيل وتحديد القوات ودور كل دولة وحجم المشاركة وغيرها من التفاصيل تأتي في الإطار العسكري. أما بالنسبة للاتفاق الاستراتيجي فهذا واضح في البيان أن الجميع لديهم التزام بهذا الجانب. نعم. طيب سيادة العميد، سؤال أخير يعني متداول، الكثير يتداولونه عبر التواصل الاجتماعي وغيره، هل هذه القوة الجوية تستهدف داعش فقط في سوريا أم تستهدف داعش أيضا في سوريا والعراق؟ طبعا أنت تعرفي أختي والسادة المشاهدين أن موضوع انتشار داعش الأساسي هو بين سوريا والعراق، وإن ظهر له خلايا أخرى في ليبيا وغيرها.
المملكة العربية السعودية منذ البدء كان التزامها بمحاربة داعش في المناطق الأكثر أهمية للتنظيم، وهي كانت الرقة وما حولها. نعم. ولذلك تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية ضد تنظيم داعش في سوريا في هذا الوقت. نعم، شكرا لك من الرياض العميد الركن أحمد عسير المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.